الولد بقى وهو بيتمرن بين المجموعه والمجموعه يجي قدام المرايه، حلو، عايز بقى يشوف العضله زادت قد ايه. هو احنا مش بنزيد في لحظتها، هو انت اصلا لو انت فكرت بالعقل والمنطق والعلم، انت وانت في الجيم انت بتكسر عضلاتك، فانت مستحيل تزيدها، يعني مش هتزودها دلوقتي. طب هي ليه بتبقى زايده؟ تدفق الدم للعضلات بيخلي العضله حجمها ايه؟ ساعه بعد التمرين صح الكلام ولا ايه؟ فذاتس واي اي كان تيل ان احنا بناخد كرياتين للناس اللي محتاجاه، مش عشان ضخامه كتله عضلات، ولكن علشان ادائها في التمرين يبقى عالي. ومش اي تمرين، تمرين يتطلب طاقه كبيره في وقت ايه؟ اقول لك بقى على حاجه. الكرياتين جوه العضلات بيعمل حاجه سيئه سيئه وعرض جانبي ليس تاثير. تخيلوا بقى بيعمل ايه؟ وجود الكرياتين جوه خلايا العضلات بيسحب الميه للاسف من الدم. ايه ده؟ يعني انا بسحب الميه من الدم عشان احطها جوه خلايا العضلات، فالدم اللي اصلا 55% منه ميه، كميه الميه في الدم بيحصل فيها ايه؟ تقل. طب استنى بقى افكر معايا. لو انا ماسك ازازه ميه، رحت جاي فتحت ازازه الميه رميتها، الميه هتوصل لابعد مسافه. طب رحت بدلت ازازه الميه ببرطمان عسل، فتحت برطمان العسل وقررت ان انا ارش العسل لمسافه بعيده، هيوصل هناك ولا هيقع تحت؟ هيقع تحت رجلي. ليه بقى؟ لان لزوجه العسل ايه؟ عاليه، لكن لزوجه الميه قليله. لما الدم يفقد الميه اللي جواه عشان دخلت العضلات، فالميه قلت نسبيا، الخلايا زادت، فلزوجه الدم بقت ايه؟ عاليه. فده بقى بيحط مجهود اكسترا على القلب انه يضخ الدم اللزج، دم لزج بالزياده، وصعب قوي انه يضخ. فذاتس واي كل اللي بياخد كرياتين ايه اللي بيتقال له؟ اديه كرياتين بايد اليمين واديه ازازه الميه بايد الشمال. خد كرياتين بس ما تنساش وانت بتاخد الكرياتين تشرب ايه؟ جريمه بقى في حق المجتمع والاندستري اللي انت بتشتغل فيها تدي كرياتين لحد في رمضان.